ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده معاكم في قناتي ده حياتي وده شغلي. هنعمل معاكم زبده الفستق الكداب بطريقه سهله وبسيطه بالنسبه للناس ايه اللي على قد حالها والغلابه شويه اللي نقدر نعملها، ولاي حد ممكن يقدر يعملها في البيت لو مش قادر يجيب زبده الفستق الاصليه. يلا بينا، وما ننساش اللايك والشير ونفعل الجرس. يلا بينا نوريكم الزبده شكلها عامل ازاي. شايفين؟ ولسه القوام كمان هيتقل كمان لما تخش التلاجة. شايفين الشكل عامل ازاي؟ شايفين؟ وده الفستق الكداب عملناه معاكم قبل كده في فيديو لوحده. شايفين الشكل؟ تحفه، ومش عايزين نقول لكم الطعم عامل ازاي، والسكر مظبوط جدا. يلا بينا ونقول بسم الله ونصلي على حبيب المصطفى. يلا. معانا ربع كيلو من الفول السوداني زي ما احنا شايفين كده، نص تحميصه، مش تحميصه كامله، او ممكن نجيبه مش متحمص خالص، وننزل عليه بنقطتين من اللون الاخضر، ولو احتاجنا تاني نزود. ومعلقتين كبار من الميه، دي واحده وادي التانية زي ما احنا شايفين، وهنقلبهم كويس. هنفضل نقلب كويس لحد ما اللون يندمج كويس مع الفول السوداني. هنحتاج معلقتين تاني من اللون، زودنا وهنقلب تاني زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هنسيبها بقى منقوعة لمدة 10 دقايق ولحد ما اللون يندمج جامد. بصوا حبايبي، شرب اللون ازاي؟ شرب اللون بالشكل ده كده. بصوا بصوا، مفيش ميه ازاي، ميه بسيطه خالص، يعني مفيش ميه زي ما كنا شايفينها في الاول. بصوا شايفين؟ هنجيب بقى الطاسه بتاعتنا. بصوا في الطاسه بتاعتنا كده، وهنحطه على نار هاديه خالص ونقلب بالراحه. نار هاديه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده. هنحطه بقى ونقلب بالراحه. هنفضل مستمرين في التقليب، يعني نقلب كتير. نفضل نستمر في القلب لحد ما الدنيا تنشف معانا واللون يمسك في السوداني بتاعنا. عايزه اوريكم خطوه بخطوه كده. بصوا نستمر، ما نبطلش تقليب. شايفين بالشكل ده كده اهو؟ بنفضل بقى مستمرين بالتقليب ما نوقفش. انا عايزه اوريكم خطوه بخطوه عشان محدش يقول لا انت ما اتظبطش معانا، لا ده كده، لا الدنيا كده تمام وزي الفل قوي. مش هنحرم ولادنا من حاجه. بصوا خلصت معانا بالشكل ده كده. هنخش بقى على الخطوه اللي بعدها. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا وننزل بيها بالسوداني بتاعنا عشان نطحنه. بصوا حبايبي بالشكل ده كده ضربناها، ونكمل طحن تاني لحد ما ينعم معانا. يا حبايبي نعمل الخطوة التانية بتاعتنا من زبدة الفستق. يلا بينا. معانا نص كوباية من الكريمة، او نص كوباية لبن عادي، مفيش مشكلة، المتوفر عندك مفيش اي مشكلة فيه. ومعانا 125 جرام من الشوكولاتة البيضاء، ومعانا معلقة زبدة كبيرة. يلا بينا. هنحط الكريمة معانا عقبال ما السوداني بتاعنا يتحمص على النار. وهنحط الشوكولاتة. هندخلهم الميكروويف يتسيحوا. زي ما احنا كده شايفين يا حبايب قلبي، هنقلب كويس الشوكولاتة ندوبها خالص لحد ما تختفي نهائيا. يعني مفيش حاجة هتوقفنا ان احنا نعمل الحاجة بتاعتنا في البيت. مفيش كريمة يبقى اللبن. يعني عايزة اقول لكم دي حاجة مضمونة واحنا شايفين الحاجة بعينينا معمولة ازاي. هنفضل نقلب كويس. بصراحة يعني الحاجة انا نفسي مش قادرة. بيبقى بالقوام ده كده بالشكل ده كده اهو. شايفين اهي قوام المعجون ده. هننزل عليها بمعلقة الزبدة وهنقلبها كويس. هنشغل تاني الكبة بتاعتنا ونعملها كويس. بصوا حبايب قلبي شايفينها بمعجون ازاي؟ معجون بالشكل ده كده. بصوا هننزل عليها بالشوكولاتة البيضاء.
اللي احنا مسيحينها. هنضربها بقى كويس. هنزود نقطتين من اللون الاخضر بالشكل ده كده. بصوا يا حبايب قلبي اما خلصت بالشكل ده كده، بصوا شايفين شايفين يا حبايب قلبي بقت بالشكل الجميل ده اهو. شايفين الشكل، شكل الزبده دي بقى زبده الفستق الكدابه بتاعتنا الاقتصاديه اللي على قدينا احنا. شايفين؟ وده الفستق عملناه معاكم في فيديو قبل كده، ده الفستق الكداب برضو بتاعنا. ما ننساش اللايك والشير ونفعل الجرس في قناتي ده حياتي وده شغلي. هتوحشوني.